السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان اليوم يلقاكم في اتم الصحة والعافية. مرحبا بكم من جديد في القناة ديالي. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. حرتي شنو توجدي لوليداتك في اللومجة ديال المدرسة او الكوتي ديال المدرسة؟ اليوم جيتك بجوج ديال الوصفات اللي هما ساهلين وبمقادير بسيطة تقدري توجديهم في الدار وتعرفي شنو عطيتي لوليداتك ياكلوا في اللومجة ديال المدرسة احسن ما تشري لهم من الزنقة. اذا هاد جوج الوصفات هما مواصفات بسيطة وكتخرج لك كمية كثيرة. اذا على بركة الله نشوفوا المقادير وطريقة التحضير، لكن ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. ومرحبا بكم وخليوا لي التعاليق باش نعرف الاراء ديالكم. اذا اول حاجه غادي نبداو بالكاب كيك اللي موصف المقادير ديالو بسيطه وكيعطينا كميه كبيره بزاف. اذا اول حاجه غنحتاجو جوج ديال البيضات، كاس ديال الماء، كاس ديال السكر خشن او سنيده، هنا كاس الا ربع ديال الزيت، هنايا الكوك للتزيين، جوج خمارات ديال من فئه 8 غرام، عندنا الشوكولات باش نزينو، قليل من الملح. وهنايا كنديروا هذوك الكويرطات في المول. اذا على بركه الله غادي نديروا جوج بيضات وغادي نضيفوا لهم السكر وغادي نبقاو نطربوا مزيان حتى كينسجم لينا الخليط. ومن بعد غادي نضيفوا الزيت، اذا غنضيفوا الزيت وغادي نضيفوا الماء، القليل من الملح، نخلطوا الكل. ومن طبيعه الحال منين كنبقى يعني نقول الوصفه فالدقيق، اذا الدقيق حسب الخليط، الدقيق دائما الدقيق الابيض، وحسب يعني الخليط كل يعني كميه وشحال كتهز. انا غنقول لكم هنا شحال يعني احتاجيت ديال الدقيق. اذا هنا ضفت كاس الاول وغادي نضيف الخمارات ضروري تغربلو. هنا المقادير ديال الدقيق هي جوج كيسان تقريبا جوج كيسان ونصف اللي هزت ليا. وانتم كتخلطوا عارفين من طبيعه الحال القوام ديال الكيك كيفاش كيكون. ومن بعد غادي نبقى نهز بالملعقه ونعمر هذوك لي كاب كيك وندير فيهم غير النص، يعني هذوك الكويرطات نعمر فيهم غير النصف باش يلاه كيتنفخوا ما كيسيحوش على يعني ما كيسيحوش فوق هذاك الكويرطات. انا هنايا يعني عندي 12 لكن المقادير عطاوني اكثر، عطاتني 16 وحده، يعني بجوج بيضات الكميه اللي عطاتني ديال لي كاب كيك 16 كاب كيك. اذا هنا تقدري تديريهم لوليداتك كل نهار، يعني ديريهم فيها منين يطيبوا كديريهم في واحد البواطه وتخشيهم في الثلاجه، كل صباح تعطيه وحده يفطر بها في الدار وحده يمشي يفطر بها في المدرسه في اللومجه ديال المدرسه. اذا هذه احسن من يعني ديال الزنقه، كتعرفي باش مصايبه في الدار وعلى يديك كتكوني مطمئنه. وما اذا هنا كنعمروا هاد الكويقطات تنكملوهم ويكون الفرن ساخن، ومن بعد كندخلوهم للفرن. انا هنايا غادي نزين منين غادي نعمرهم غادي نزينهم يعني بقطع الشكلاط. هذاك الشكلاط غادي نشدو ونقطعو، تقدروا نتوما تاخذوا داك الشكلاط الصغير البيبيس، تقدروا تاخذوا داك الشكلاط الصغير، بغيتو تاخذوا الابيض بغيتو تاخذوا الاسود وتديروه من الفوق. فمنين منين كطيب وكيتنفخوا يعني هذاك الشكلاط كينزل وكيدخل في وسط الكاب كيك، ومنين هكا كتقسمها من الوسط كتلقاها عامره بالشكلاط. والاطفال من طبيعه الحال كيحبوا الشكلاط بزاف. اذا هنايا دخلتها الفران، ها هما خرجوا ها هما وجدوا معنا.
اذا كيف كتشوفوا ها هما لي كاب كيك اللي فيهم الشكلاط، والثانيين اللي ما درتش فيهم الشكلاط زينتهم بالكونفيتور، دهنتهم بالكونفيتور من الفوق ودردرت عليهم هكذايا الكوك. الاطفال تيحبوا الكونفيتور والكوك. وها نتوما كتشوفوا الشكلاط كيفاش جا هكا من الفوق وحتى من الداخل راه هي عامره بالشكلاط. انا الاطفال ديالي يحبوها بزاف بزاف. كيف قلت انك ممكن ديرها في بواطه وتخشيها في الثلاجه وكل نهار كتعطيه هكذا وحيده. زائد البيتزا اللي غادي نصايبو اللي هي سهله جدا بمقادير بسيطه وكتخرج لك واحد الكميه كثيره اللي تقدري حتى هي تعاوني بها. اذا شوفوا كيفاش جا الشكلاط من الداخل، شوفوا بعدا كاينه الخفه ديالها والقوام ديالها، وشوفوا كيفاش جات عامره بالشكلاط من الفوق وعامره بالشكلاط من الداخل. وانا متاكده بان الاطفال ديالكم غادي يحبوها. راها جات رائعه والمذاق ديالها ما نعاودش لكم، مذاق رائع وخطير جدا. وما غاديش يخليوها لكم وليداتكم ما غاديش يخليوها لكم. انا متاكده انهم كل خطره يقول لك ماما عطيني ماما عطيني. انا متاكده انهم حتى الكبار غادي تعجبهم. ندوزو البيتزا. اذا كلكم كتعرفوا المقادير ديال البيتزا. اذا غادي نديروا واحد الكميه ديال الطحين، انا ما تنعبرش الطحين، كنديروا فيه شويه ديال الزعتر وشويه ديال الملحه والخميره ديال العجين وخميره ديال الحلوه، وكنبسبسوا المقادير كلها بالزيت. ومن بعد كنجمعوا العجين بالماء وكنخليوها حتى يعني تضاعف الكميه ديالها كتخمر. شوفوا القوام ديال العجين، وكنخليوها حتى كتضاعف الكميه ديالها. ومن الافضل الا صايبتوها في العشيه ديروها في بلاستيكه ودهنوها بالزيت باش ما تلصقش لكم في البلاستيكه، وخليوها تبات في الثلاجه حتى الصباح. هنا كتكون طريه معكم. من بعد كنمددوها بالمدلك. كنرشوا الطحين نمددوها بالمدلك وكنتقبوها هكذا بالفرشيطه. عاده كنبداو نقطعوها دوائر. من بعد كندهنوها بلا صوص طوماط. ومن طبيعه الحال انا كندير هنايا البصله والفلفله وكنخليهم يطيبوا هما الاول، ما كنديرش الزيتون وهذيك المقادير، لان ملي كتدخليهم الفران هذيك المقادير كلها كتكرم ما كتبقاش المذاق ديالها زوين. اذا حتى كتخرج ممكن ديروا هنايا غير الفخوماج الا حبيتو. حتى كتخرج من الفرن عاد انا كنزينها باش كل حاجه المذاق ديالها كيبقى كتجي المذاق ديالها رائع رائع جدا. اذا هنا صايبت معكم بيتزات صغار وبقات ليا العجين، ودرت وحده كبيره للعائله باش يتعشوا بها. ومن بعد منين طابت في الفران عاد خرجت عاد زينتها بشقالين من الفخوماج ودرت الكاشير، درت يعني السمك ميلو او اي سمك عندكم، دجاج او دجاج او الحوت او اللي حبيتو، والزيتون. وهكذايا زينتها بالزيتون. وهكذايا منين كتكونوا كتاكلوا فيها كل حاجه كتكون عندها المذاق ديالها. ملي تعمروها وكتخشيوها في الفران ما كيبقاش عندها داك لوغو زوين. اذا من بعد هانتوما كتشوفوا الوصفات ديالي كيفاش عطات كميه يعني بمقادير بسيطه وعطات كميه كبيره اللي تفرح وليداتكم واللي تساعدكم حتى نتوما ما تبقاوش هازين الهم اللومجه ديال شنو غادي ياكلوا في المدرسه. اذا تبارك الله عليكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتدعموا القناه ديالنا. مرحبا بكم والى اللقاء في وصفه اخرى. تبارك الله عليكم ومع السلامه.